سكالايزن في الاندلهوف. صباح ومانجا خلاط. الفيسبوك الايام دي شادد حيله على الاخر، وكل واحد ما بيصدق يشوف حاجه او شايف صاحبه عامل شير لحاجه، صوره مثلا، خبر، الا وفجاه وبدون تردد يروح دايس شير. اي حاجه بقى، مشاركه اي كلام، حتى لو الكلام على وجود كوكب عاشر في المجموعه الشمسيه اسمه كوكب الهسهسه في الفسفسه، او منشد عن اكتساح السيد حسني مبارك لانتخابات رئاسة الجمهورية 2012. بالظبط كده الفيسبوك دلوقتي بيفكرني بحالة الفتي الفظيعة اللي احنا كنا عايشينها ايام ثورة 25 يناير، ولأي كلام اللي الناس كانت بتقوله من بيقولك وقالك وبيقولوا، وكتير جدا من مستخدمين الفيسبوك ما بقاش يفرق ما بين الصح والغلط، وحتى الشخص اللي بيعمل شير للحاجة ما بقاش حتى يتعب نفسه في ان هو يدور اذا كان الخبر اللي بيعمله شير ده صح أم غلط. يعني مثلا الأيام اللي فاتت دي كان عندنا صراع رئاسة الجمهورية ما بين السيد محمد مرسي وما بين السيد أحمد شفيق. المشجعين بقى للفريقين ما كانوش عاتقين بعض، كل واحد عمال ينشر حاجات للتاني ملهاش أي علاقة بموضوع الرئاسة ده غير بقى قصص الفيسبوك الهبطانة بتاعت نقل الفيروسات عن طريق إن أنت لما تقعد على كرسي في السينما بيكون في إبر في الكراسي فيها إيدز، ولا العيال الصغيرة اللي كانت بتلعب في الحتة بتاعت ماكدونالدز وماتوا، ولا القصة اللي الناس كلهم بدون استثناء بيعملوا لها شير، حكاية ان الصقر بيعيش لمدة 70 سنة وبعد كده معرفش بينتف ريشه وبعد كده بيعيش زيادة وبعد ايه الهبل ده، ولا حكاية ان شركة نسلي نزلت منتجات جيربر فيها حتة ازاز صغيرة وقال لك ان كل منتجات جيربر بتاعت 2012 فيها ازاز مكسور، ولا اللي جامدة قوي بقى صورة الأسد الأسود. اللذيذ إن في مواقع على الإنترنت كتيرة جدا بتجيب أصل وفصل كل إشاعة وبيفسرها لك ويقول لك إذا كانت حقيقية أو لا، ومعظم القصص اللي منتشرة بالمنظر ده كلها مضروبة. بس طبعا البشر اللي بتترجم القصص دي وتحط لك صورة لذيذة كده ما يتوصوش، زيد بقى عليهم البشر اللي بتعمل لها شير من غير ما تتاكد، ده غير بقى الكلام اللي بيتنشر على لسان المثقفين والاعلاميين والممثلين. ده باسم يوسف طلع عين اهله على الصفحه الاصليه بتاعته بيقول كفايه حرام ارحموني. لذيذ بقى يحط لك صوره باسم يوسف ويكتب لك تحتيها باسم يوسف يقول ان هو بيرشح معرفش مين، باسم يوسف يقول ان هو معرفش بيعمل ايه، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ده غير كمية الجروبس اللي كل شوية تطلع لك خبر وتكتب لك عليه عاجل. لا والناس برضو بتعمل شير يا جدع، احنا من كتر ما احنا بنقول اي كلام، نكت الكلام المقصورة على لسان المثقفين والاعلاميين والادباء والشعراء الاجانب وحتى العرب بقت مغرقة الدنيا. مش هنكر ان في فعلا حاجات منها تضحك، بس تعالى كده فكر في الموضوع بشكل تاني. انت وانا وغيرك فاهمين الموضوع كله تهريج في تهريج، لكن لو طفل صغير او واحد لسه مثلا داخل عالم الفيسبوك وما عندوش ثقافة زيه وزيك وشاف مثلا على الموناليزا الصورة بتاعت جت الحزينة تفرح ما لقتلهاش مطرح، ده مش بعيد يصدق بجد الكلام. انا مش بحاول اكبر الموضوع، بس فعلا على المدى البعيد الموضوع بجد هيبقى هبل. يا جدعان الفيسبوك مكان خصب جدا لترديد اي شائعة، وسهل قوي اي كلام يتقال انا وانت نصدقه. ما هو انت بتصدق الموضوع امتى؟ لما تلاقي خبر او صورة او حكاية معمول عليها 90,000 لايك و500,000 شير، غير انك بتلاقي صاحبك المثقف اللي هو المفروض بيفهم عامل لها شير، فاكيد واوتوماتيك ومن غير حتى ما تبص على الخبر بتروح انت كمان دايس شير. لا ما ينفعش، اصل انا مش مخبخنات، لازم نتاكد من اللي احنا بنقوله وبننقله. لو انت نقلت خبر وما كنتش متاكد منه وطلع كذب، يعني انت كده بتعمل فتنه، والفتنه اشد من القتل. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يا جماعه رجاء مني لكل الناس اللي هتشوف الفيديو ده، كل ما تشوف خبر وايديك بتاكلك هتموت ان انت تعمله شير، اعمل الاتي: خش على جوجل كده واعمل بحث لمده دقيقه، ولو ما لقيتش حاجه يا سيدي خش على كومنتات الصوره او الخبر الموجودين عندك واقرا شويه الكومنتات الموجوده. احيانا في ناس بتكتب كلام معقول وموزون عن الخبر ده اذا كان صحيح او غلط، ولو ما لقيتش اي حاجه خلاص يا عم استفتي قلبك وانشر براحتك. ارجوك تعرف الناس الباقيه اللي عامله شير لنفس الخبر عشان يعرفوا هم كمان ده حقك عليهم، حتى لو كان موضوع الاسد الاسود ده. بلاش نضحك الناس علينا، ابوس ايديكم خلينا نخرج من دايره الجهل والتخلف اللي احنا عايشين فيها بقالنا فتره، واللي وصلت كمان لحد الانترنت. يا جماعه في كميه صفحات وفي كميه جروبس بتنشر اخبار غلط، ارجوكم حاولوا توقفوا الموضوع ده، حاولوا باي طريقه.